ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ودايما في اتم صحة وحال. في الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض تورتة عيد ميلاد بحجم كبير تكفي من 20 ل 25 شخص تقريبا، ومكونات بسيطة جدا وطريقة سهلة وتقريبا من غير ادوات. يعني لو انتوا ما عملتوش تورتة قبل كده، بعد الفيديو ده هتعملوا احلى تورتة بايديكم بشوية ادوات بسيطة جدا موجودة عندكم، وكمان بشوية مقادير سهلة وبسيطة. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نعمل تورته عيد ميلاد مع بعض. هنبدأ بمقادير الكيك مع بعض. أول حاجة هحتاج لنص كيلو من دقيق السبونج شوكولاتة، 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوباية من المية بدرجة حرارة الغرفة برضو، عندي كمان فانيلا. دقيق السبونج هتلاقوه متوفر كتير جدا في كل محلات خامات الحلويات ومستلزمات الحلويات موجود، تقدروا طبعا في منه فانيلا تستخدموا ده أو ده. اول حاجه في البوله ضفت دي الاسبونج، هو بيكون عليه كل الاضافات اللي ممكن تحتاجوها. هضيف عليه كمان البيض وكوبايه الميه والفانيلا. بعد كده هبدأ هشغل المضرب وهضرب الخليط ده لأول دقيقتين، هبدأ على سرعة قليلة أو سرعة متوسطة لحد ما أتأكد إن كل المقادير اختلطت مع بعض. بعد كده بنزود السرعة لأعلى سرعة وبنكمل ضرب لمدة من 6 ل7 دقايق، أو على الأقل لحد ما الخليط عندي يبقى هش وكريمي وتلاقوا قوامه تضاعف معاكم بقى لونه فاتح شبه قوام الكريمة زي ما هنشوف. كل ما بنضرب كل ما بتلاقوا شكل وقوام الخليط بيتغير وكمان حجمه، لحد ما بوصل للمرحلة واللون ده بعرف ان انا كده خلاص وصلت للدرجة اللي انا عايزاها، الدرجة المطلوبة. بنقفل المضرب وكده عندي خليط الكيك بقى جاهز. هتلاقوا قوامه بقى شبه قوام الكريم شانتيه زي ما قلت لكم بالشكل ده. بعد كده هتجيبوا صينية مقاس 26، سواء صينية مربعة أو صينية مدورة على حسب الشكل التورتة اللي انتوا عايزينه. وحطيت بطنتها بورقة زبدة ودهنتها دهنة خفيفة برضو من الزيت. هننزل بخليط الاسبونج في الصينية على ورق الزبدة. وعندي الفرن متسخن، هندخل الكيك ده الفرن على الشبكة طبعا لمدة من 35 ل 45 دقيقة، برضو على حسب فرنكم وعلى حسب درجة الحرارة وتسوية الكيك. مجرد ما الكيك دي ترتفع وتاخد اللون التسوية، واحط فيها كده عود خشب، اعرف انها استوت وبقت جاهزة. كده خلاص بنخرجها من الفرن وبتسيبوها، بنطفي الفرن وبنسيب باب الفرن مفتوح لمدة دقيقتين. بعد كده بتخرجوها على شبكة او بتخرجوها من الصينية لحد ما تبرد. ويستحسن تسيبوها لتاني يوم قبل ما تشتغلوا في التزيين اي كيك، عشان تكون الكيك ارتاحت وتساعدكم كمان في التقطيع بعد كده. هنيجي بعد كده لمرحلة هنعمل كريم شانتيه. عندي هنا ده ربع كيلو من الكريم شانتيه الباودر الخام، هاتوه من غير اي اضافات سكر تكون موجودة عليه، ده مقدار زي ما قلت لكم ربع كيلو. هنزل عليه بتقريبا نص كوباية من السكر، بتقدروا تزودوا مقدار السكر لو انتوا عايزينه مسكر اكتر من كده. وهنزل اول حاجة بكوبايتين من الحليب الساقع على بودرة الكريم شانتيه. هي بتحتاج اكتر من كده، بس انا بحب ازود كوبايتين في الاول، واثناء الضرب بزود الكوبايه الثالثه بالتدريج على حسب قوام الكريمه بتاعتي. بنشغل المضرب في البدايه برضو زي ما قلت لكم على اقل سرعه لحد ما اخلط كل المقادير مع بعض، وبعد كده بزود السرعه لحد اما الكريمه دي تبدا تنفش معايا وقوامها كده يعلى معايا. هنا في المرحلة دي بقى ببدأ بزود كوباية اللبن التالتة بالتدريج، بنزود شوية بشوية لحد ما بوصل لقوام الكريمة، بس ما تزودش سوائل بزيادة علشان بتختلف من نوع كريمة للتانية، وكمان عشان ما تبقاش معاكم سايلة. وكمان الكريمة قوامها بيختلف من الشتاء للصيف، بتسيح معاكم أسرع طبعا في الصيف. هنا انا عملت مقدارين من الكيك، عملت مقدار فانيلا ومقدار كيك الشوكولاته اللي عملناها مع بعض عشان نعمل الكيك اللي بالحجم الكبير زي ما انتوا شفتوا في البدايه. و
تكفي عدد كبير كمان. هنبدأ كده هنقطع بقى كل كيك، بنشيل بقى اي زوايد بتكون على الوش، وبقطع كل كيك ل3 طبقات. انا ممكن تتحملوها على طبقتين، ممكن تزودوا كمان على 4 طبقات، بس المتوسط بيكون 3 طبقات علشان تعرفوا تشتغلوا بيها ما تتقطعش معاكم. قطعنا الكيك الفانيلا، وبنفس الطريقة برضو هنقطع الكيك الشوكولاتة ل3 طبقات متساوية. لو عندكم المنشار بتاع التقطيع بتاع الكيكات تقدروا تستخدموه، لو ما عندكوش تستخدموا السكينة عادي جدا. بنحدد الأطراف الأول على حسب الارتفاع، وبعد كده بنعدي بالسكينة. أهم حاجة نعدي بس شوية بشوية لحد ما بنقطع. بتجيبوا بعد كده القاعدة اللي هتحطوا عليها الكيك، دهنتها بس دهنة خفيفة جدا من الكريمة علشان تلزق فيها الكيك وانا ما تتحركش معايا وانا بشتغل. ضفت كده نص فانيلا ونص شوكولاته عشان هنعمل الكيك نصها كده ونصها كده. وضفت طبقه من الكريمه على حسب سمك الطبقه اللي انتوا عايزينه، كمان طبقه الكريمه، وكمان ضفت تاني طبقه من الكيك. وبنفس الطريقه برضو بنحشي الحشو لحد ما عملنا ال3 طبقات. بعد كده شيلوا الاطراف بالسكينه عشان نظبط شكل الاطراف، اي كريمه زياده او اي كيك زياده في الاطراف، عشان بعد كده نعرف لما احنا نغلفها بالكريم شانتيه تطلع معاكم متساويه وشكلها حلو جدا كمان. هنا كمان خدت جزء من الكريم شانتيه. هنبدأ بقى نلون لان احنا هنعمل تورته على شكل سبايدر مان زي ما انتوا شايفين. فهضيف نقطتين من اللون الازرق لحد ما اوصل للون المطلوب، وبضرب لحد ما تبقى عندي الكريمه بالشكل ده. ببدأ بعد كده باخد الكريمة دي بالمعلقة، زي ما قلت لكم احنا مش مستخدمين ادوات خالص، معلقة وسكينة، ده كل اللي استخدمه في التزيين. بنبدأ بنغلف التورتة من كل الجوانب بالشكل ده. بضيف الكريمة على الوش وعلى الجوانب، ما تقلقوش احنا بنغطي بس الاول، كل ده شكله هيتظبط بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. اهم حاجة بس ان احنا نتأكد ان احنا مغلفين الكيك بتاعتنا كويس جدا. هنا بقى وقت التظبيط وان احنا نخلي شكلها سطحها كده املس وناعم. بتجيبوا قطعة كرتون بس تكون جامدة شوية بالشكل ده. وبعد كده بنبدأ بنساوي السطح ونساوي الجوانب. اي جزء ما فيهوش كريمة بنزود له، وبنظبط كمان الشكل لحد ما يبقى عندي السطح املس والجوانب كمان شكلها املس بالشكل ده. ظبطوها اكتر من مرة لحد ما توصلوا للشكل المطلوب، وكمان يكون السطح بتاعها ناعم كده. خلاص بعد ما عملناها ندخلها التلاجة. عندي بعد كده عشان ابدأ نكمل التزيين، ضربت كمان نص كوباية من الكريمة مع شوية من اللبن والسكر، وهضيف عليهم لون احمر عشان هنبدأ نعمل بقى التفاصيل بتاعة الوش بتاع سبايدر مان. ضربناهم بالشكل ده. هتحطوا الكريمة دي في قمع التزيين. القمع طبعا زي ما قلت ممكن ما عندكوش قمع، ممكن في كيس بلاستيك، واي بلبلة عندكم تقدروا تستخدموها. هنبدأ على الوش هعمل وردات بس صغيرة علشان نحدد شكل الجوانب قبل ما نضيف باقي التفاصيل على الكيك. بعد كده بتجيبوا وتقصوا الشكل بتاع سبايدر مان، الوش بتاع سبايدر مان على ورقة بالشكل ده. بحطها على سطح التورتة، وبالمعلقة ببدأ بحدد الجوانب عشان اعرف اشتغل بعد كده على الشكل. بنشيل الورقة وبنضيف الكريمة اللي لونها احمر اللي احنا ضربناها في كيس حلواني، وببدأ بحدد الاطراف وبملى كل الشكل ده بقى كده من جوه عشان يديني الشكل. هنعرف نكمل رسم التفاصيل بالعيون بعد كده عليه. بنظبطه كده بالمعلقة يكون متساوي بقدر الامكان على قد ما تقدروا. نظبط الشكل. بعد كده بتحطوا شوكولاته متسيحه على حمام مائي، او لو عندكم كمان الشوكولاته القابله للدهن بنحط منها شويه في قمع التزيين. وببدا بحدد التفاصيل. بنعمل العيون بتاعه سبايدر مان بالشكل ده، والخطوط اللي بتكون على الوش اللي هي شبه شبكه العنكبوت بتعملوها بالشكل ده. ممكن تجيبوا الصورة جنبكم على الموبايل وتقدروا تبصوا على الصورة وتعملوا زيها بالظبط. هتسهل عليكم الموضوع كتير، بس هو الشكل عموما سهل وبسيط. تقدروا تعملوا نفس الفكرة مع أي صورة أو أي شكل أولادكم حابينه والعيد ميلادهم، تقدروا تنفذوه بكل بساطة وسهولة جدا. كمان هنحدد برضو الأطراف بالشوكولاتة بالشكل ده عشان تكون الجوانب شكلها كمان حلو.
بعد كده بتبدأوا تضيفوا التفاصيل اللي انتوا عايزينها في الجوانب. بنعمل كده زي شبكة عنكبوت صغيرة، تقدروا كمان تكتبوا اسم أولادكم عليها على الوش زي ما انتوا عايزين. وعند العيون هنا آخر خطوة بنضيف بس شوية من الكريمة البيضة عشان نكمل التفاصيل ونظبط أي حاجة عايزة تتظبط. وبكده التورتة بتاعتنا بقت جاهزة زي ما قلت لكم، بشوية مقادير بسيطة جدا وأدوات. عملنا تورتة عيد ميلاد عائلية تكفي من 20 ل 25 فرد. أتمنى الفيديو النهاردة يكون مفيد بالنسبة لكم وتطبقوها إن شاء الله. أشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. كنت معاكم أنا فاتن عوض، والسلام عليكم.